بشوف ناس كتير لما تيجي تفكر في عياداتها تقول لك احنا عاوزين ندخل مبلغ، يعني دايما بيفكروا في الدخل، يقول لك انا عاوز ادخل 100,000 جنيه، عاوز ادخل نص مليون جنيه، عاوز ادخل مليون جنيه. اكشولي الانكم ملوش اي لازمه، الانكم ملوش اي لازمه. امال ايه اللي ليه لازمه ولازم تقعد تفكر فيه؟ الربح. يعني ايه الربح؟ يعني يتبقى لك. هو انت هتستفيد ايه لما تكون بتدخل رقم كبير ومصاريفك قد كده وفي الاخر اللي متبقى لك ولا حاجه؟ فدايما خلي المايند بتاعك وانت بتدير عيادتك، هو انا هيتبقى لي ايه؟ لما بتحط برايس لحاجه ما يهمكش البرايس كام، ما تقولش انا عاوز اعلي البرايس، قول انا عاوز اعلي البروفيت. لما هتفكر بالمايند سيت دي هتكتشف ان انت كل ما يبقى عندك مشكله هتروح تفكر فين؟ ان انت تحاول تفكر في الكوست ريدكشن الاول، ان انت تقلل تكلفتك الاول عشان تعلي هامش الايه؟ الربح بتاعك او تحافظ عليه. لان انت مش من مصلحتك كراجل بتنافس في سوق ان انت سعرك كل شويه عمال يحصل له ايه؟ يعلى. ما انت مش قاعد لوحدك، ما انت جنبك عيادات كتير. فانت كل ما تعلي السعر بتاعك كل ما موقفك في المنافسه يحصل له ايه؟ خصوصا لو ما عندكش سبب. يعني بأمارة ايه انا هاخد فلوس اكتر من غيري؟ لازم يكون عندي سبب واضح. لو ما عنديش يبقى ليه انا باخد اغلى؟ طول الوقت فكر في البروفيت او المتبقي، ما تفكرش في اللي داخل او في السعر. طيب هو ده عدى كده من عندي صح؟ في ناس بتعمل حاجه لطيفه قوي وهو صدرت لنا زمان كتير، ان احنا اما بنحسب تكاليف الديبريشيشن فانا بحسبها عشان اروح اشتري، اما الجهاز يبوظ اروح اشتري جهاز جديد. هو بالمنطق البسيط جدا كده، هل الجهاز اللي انت هتشتريه بعد 5 ولا 10 سنين سعره زي سعر الجهاز اللي انت حضرتك اشتريته من 5 سنين؟ الاجابه لا. والديبريشيشن ده او تكلفه الاهلاك زي ما بيقولوها كده، ده مبدا محاسبه عمل عشان نطمن ان انت رجعت راس مالك. امال انا الجديد والتوسع ده بعمله ازاي؟ بعمله ان انا طول الوقت عيني على السوق بره وعلى المجال بره بيحصل فيه ايه، وافهم ان البيزنس طول الوقت ايه؟ دايناميك، بيتحرك وبيكبر. فانا طول الوقت بعد شويه هحتاج اجهزه، هحتاج توسع، هحتاج حاجات كتير. فانا خلاص عرفت الحمد لله، انا اتعلمت احسب ربحي ازاي، وعرفت ان انا السنه دي مصفي مثلا مليون جنيه. بيبقى عندي حاجه اسمها مخصص. يعني ايه مخصص؟ يعني انا هشيل من 10 20. في ناس بتتفق في اول الشغل ان احنا نشيل 100% من الارباح ونحطهم لايه بقى؟ نحطهم للجروس، نحطهم للحاجات الجديده اللي احنا عاوزين نشتريها. وده ما ينفعش يحصل خالص من غير ما يكون عندك ما يطلق عليه الR&D Research and Development Plan. يعني انا ابقى عارف ان انا النهارده متارجت ان بعد 2 3 هشتري الجهاز الفلاني، وبعد شهرين وبعد 5 سنين انا عاوز اعمل توسع في الشكل الفلاني، لان انا متوقع ان الكباستي بتاعتي توصل للحاجه الفلانيه. فانا هبقى متخيل ان انا محتاج كمان 2 3 رقم معين عاوزه. طب الرقم ده هجيبه منين؟ اروح استلفه ولا اخد قرض؟ طب ما انا من الاول من ارباحي اجنب حاجه واستثمرها عشان لما اوصل للوقت اللي انا احتاج السيوله دي الاقيها. انا عندي مشكله ماشي. حاجه تانية بتحصل كتير 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 وبنشوفها خصوصا في الناس اللي بتفض شراكات. تيجي حضرتك بعد ما حسبت ارباحك تنسى خالص ان انت ممكن يظهر لك التزامات ضريبيه بعد شويه. في حاجه المحاسبين معرفش بيضحكوا على الدكاتره فيها ازاي، يقعدوا يقولوا لهم ايه؟ انا سلمت لك الاقرار الضريبي ودفعتك فلوس خلاص ضرايب قليله. الاقرار الضريبي اللي حضرتك بتسلمه كل سنه ده ما هو الا كلامك عن البيزنس بتاعك. يبقى ان الدوله بتعمل ايه؟ تعمل ما يطلق عليه الفحص، ان انا تعالى الكلام اللي انت بعته ده تعالى عشان هفحصك واشوفك الكلام ده عليه ادله ومظبوط فعلا ولا لا، فهبدا اخد منك لسه فلوس تاني. ففي ناس بتيجي تروح عامله البروفيت، وصلنا للبروفيت ده خلاص تروح موزعاه. طب انت سبت حاجه للضرايب اللي ممكن تتوقع ان انت تدفعها؟ لا. سمع ان المحاسب جه المحاسب قال له هتدفع كذا، راح دافع
ونسي خالص فكره ان انت عندك حاجه اسمها فحص ممكن تحتاج لها فلوس تانية. فلازم وانت بتحسب ارباحك اللي هي هتتوزع بعد ما شلت الجزء اللي هو بتاع التوسع، هتشيل جزء صغير برضو للضرايب عشان الفحص. لما يعدي ال5 سنين اللي هي المده اللي المفروض تفحص فيها، يا باشا رجعهم وايه واصرفهم تاني للناس، مفيش مشكله. واحده من بسميها مضيعات الايه، مضيعات الفلوس والمكاسب، المخازن. ودكتور عبد الرحمن عمل محاضره لطيفه جدا جدا عن اهميه المخازن. انت هتكتشف لو حد فيكم قرر يحسب المخزن والخامات اللي عنده في المخزن ان هو رقم كبير، رقم بمئات الالاف. وان انت هتكتشف لو انت بس ركزت بس على الاكسبايري ديت بتاعه الحاجات اللي عندك، وكم حاجه عندك بقت اكسبايرد. طبعا يعني ايه حضرتك يعني ان شاء الله يعني تتقي الله كفايه ان انت ما بتشتغلش في حاجات اكسبايرد، فتكتشف ان دي اموال بتقع في الارض كتير. فمن غير ما يكون عندك انفنتوري سيستم محترم عشان تتجنب هذا النوع من الخسائر، فانت كانك فاتح حنفيه وعمالي تخيل كده حنفيه، بس بدل ما تنزل ميه عماله تنزل فلوس بس من جيبك. ففكره ان انت تشتري خامات من غير هدف، مش عارفه تشتريها ليه ولا هتستهلكها في قد ايه، او تروح على ان انت مخضوض فتروح تقول انا هعمل بقى انفنتوري فهجيب من الخامه دي رقم كبير قوي، وتكتشف ان هو بقى كله باظ عشان انت مش عارف بالظبط الكباستي بتاعتك والديماند عندك عامل ازاي، فتلاقي كل دي فلوس على الارض. دخلت مره عياده كبيره جدا، وبعدين لقيت عندهم 150 كت ولا مش عارف رقم كده خزعبلي من نوع من انواع الفايلات. المفاجاه ايه؟ المفاجاه ان فيها 3 بيشتغلوا اندو ولا واحد بيستخدم النوع ده من الفايلات. اللهم الفايلات دي جت ازاي؟ قال لك لا اصل البنت اللي بتشتري الحاجات لقيت عرض، فهي تذكرت مجله العروض، وانت داخل كارفور كده بقى في ايه؟ مجله العروض، فطبعا ايه طبيعتها الانثويه خدتها، راحت رازعه ايه؟ 150 كت. حد فيكم بيشتغلهم؟ لا. حد فيهم عنده خبر ان هم موجودين اصلا؟ لا. طب صاحب العياده عنده خبر ان الحاجات دي اشترت؟ لا. وفي الاخر تلاقي الناس عندها مشكله في الكاش، فين الفلوس راحت فين؟ احنا شغالين والدنيا كويسه. بسبب نوع من انواع زي ده من التصرفات، ان فلوس مرميه على الارض. هيبقى عندك انفنتوري سيستم محترم بتراقب كويس جدا مين اللي بيطلب وبيطلب ليه وبيطلب انهي خامه، ودايما يبقى عندك خامه والبديل بتاعها عشان اللي بيطلب ما يبقاش مع نفسه كده بيطلب وخلاص. احنا في الفايل بنستخدم البراند ده، لو مش موجود هتستخدم البراند ده. والحاجه الثالثه الديلز اللي لازم تعملها مع الفيندورز. والله انا بشتري منك بقد كذا، هدفع على قد ايه، هتديني خصم قد ايه. وكل ما حجم شغلك بيزيد وحجم طلبياتك بتزيد، قيمتك عند الفيندور بتزيد وقيمتك عند المعمل بتزيد. ان انت تبدا تصرف على رغباتك مش على احتياجاتك، ودي حاجه يعني احنا اساتذه فيها قوي في طب الاسنان. تبدا تصرف قوي على الديكور، على شكل العياده، على حاجات كتير، ويبقى عندك اجهزه وتولز وحاجات مهمه جدا. هو الناس يا جماعه جايه اصلا تطلب ايه منك في العياده؟ انت جايه تطلب جيبسون بورد؟ لا، جايه تطلب الخدمه نفسها. كل الحاجات التانيه دي هي ما هي الا حاجات بتساعدك وتجمل عمليه البيع، فهي ملهاش اي قيمه لو الكور بتاع عمليه البيع اللي هو الخدمات مش موجود. لا عندك الجهاز ولا عندك الادوات ولا عندك الدكتور، وعمال تحنتف في الحاجات دي، وفي الاخر عمال تصرف في حاجات ملهاش لازمه. اتاكد ان الكور بتاع الخدمه موجود. ولذلك لما يجي حد يقول لي يسالني هو انا يا دكتور لما افتح عياده ايه اول حاجه افكر فيها؟ اقول له اول حاجه تفكر فيها يور سيرفيس ليست. يقول لي يعني ايه؟ اقول له اعمل قائمه كده بالحاجات اللي انت تقدر تبيعها. يقول لي ما انا هنبيع هنقدم كل حاجه. اقول له لا لا لا، عشان تقول ان انا عندي الخدمه دي بتبيعها يبقى لازم يكون عندك الدكتور بتاعها تحت ايدك، عندك ادواتها وخاماتها واجهزتها تحت ايدك، عندك بروسيس واضحه لعمليه البيع. هيجي المريض خلال قد كذا يتحط له الزرع او هيتحط له الحشوه، الدكتور لو اوت سورس بنجيبه في وقت قد كذا. مفيش حد يجي يقول لي اصل احنا بنكلم الدكتور ده، الدكتور بيجي لك قد ايه؟ والله حسب مواعيده، كمان اسبوعين ابقى قابلني لو عين قعدت لك. من غير الحاجات اللي بقولها لك دي موجوده عندك، انت اوريدي ما عندكش الخدمه دي في الليست بتاعتك.
فما عندكش مبيعات اصلا. طيب احسب البروفيت بتاعي اكوردنج لايه؟ اكوردنج لحاجتين مهمين جدا. طب انا بكسب 20% 30%، عينك دايما في اول شغلك على فايده البنك. تعرف لازم تكون، عشان انت عندك مشروع مجدي، فالربح نسبه ربحك اكبر من نسبه الربح اللي في البنك. اما تقدم شويه هتكتشف ان هامش ربحك اكبر بكتير من الار او اي بتاع البنك. عائد الاستثمار على الاصل بتاعك ممكن يوصل ساعات بقى ل 100%. خلاص بعد كام سنه بتجيب قد اللي انت بنيت بيه العياده. فبنبدا ساعتها نشتغل بحاجه اسمها هامش الربح. يعني انا دخلت كام وفضيت ربح، او اتبقى معايا ربح قد ايه بالنسبه للي دخل. معايا ربح 20% من اللي دخل، 30% من اللي دخل، 40% من اللي دخل. المجال بتاعنا بيتكلم ما بين ال 20 وال 40%. اخر حاجه اهو عشان ما يزعلوش، التايم مانجمنت. الحاجات اللي بحكيها لك دي من غير ما يكون عندك وقت حضرتك مخصصه ان انت تتابعها ولا لها قيمه. لو بتروح العياده، اول دخلتك العياده ميعادنا اول حاله الساعه كام؟ الساعه 4، وخلصنا الساعه كام؟ الساعه 10 ومشيت، ولا اللي احنا بنقول ده ولا هتشوفه ولا هتعمله ولا هتقدر تعمله اصلا. فزي ما عندك وقت لوظيفتك كطبيب، ادي بس لنفسك ساعه في اليوم ولا ساعتين تبص على عيادتك اداريا، عشان ده اكل عيشك. مش هيتحرك لوحده، هو مش هيحسب، الحاجات دي مش هتتحسب لوحدها. اخر حاجه عشان ما نطولش عليكم، الانكم، الدخل هو مبيعاتك مش السيوله اللي عندك. حضرتك لازم تحسب كل انواع التكاليف بتاعتك بما فيها تكاليف راس المال اللي انت حطيتها. مفيش حاجه اسمها ان انا اسيب الناس تتحرك في العياده يشتروا اللي هم عاوزينه ويصرفوا اللي هم عاوزينه من غير ما يبقى في عين بتبص عليهم. واخيرا لازم تعرف ان رزقك عند ربنا، وكل اللي احنا بنقوله ده ما هو الا اخذ بالاسباب، اللي هو في اصله نوع من انواع العباده. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا. احنا الف شكر المحاضره الجميله دي، وعلى كل الزملاء النهارده، الدكتور توفيق والدكتور عندك سؤال؟ احمد مسعد. ايوه دكتور. عندنا مجال للسؤال واحد تصرف على اللي انت عايزه وعندنا البريك اخذنا منها ربع ساعه، قعدنا الوقت كله في البريك المتطور. هنرجع الساعه 1 نشتغل ثاني على طول. اوكي؟ مين عنده سؤال؟ معلش ندي فرصه لحد ما يسالش قبل كده. اتفضل. تعالي صوتك ولا لازم يجيب من المايك؟ لا شويه. اتفضل. معلش باختصار بس. بص حضرتك قلت لنا ان الديبريشيشن كوست دي حاجه غير ان احنا نشتري اجهزه بعد كام سنه. تمام. فكنت عايز اسال بس، طب بعد احنا حسبت مثلا الديبريشيشن كوست على 5 سنين، بعد ال5 سنين دول بعد ما انا كنت حاطط الديبريشيشن بيتحط تحت بند ايه ولا بيتلغي من المسؤوليه بتاعتي؟ هقول لك. ودي حاجه كمان معلش، الديبريشيشن غير الجروث. يعني انا مثلا الديبريشيشن دوت عشان اجمع فلوس بعد 5 سنين، مالهاش علاقه خالص ان انا اشيل فلوس على جنب عشان لو جهاز باظ او اي حاجه بالظبط كده. شغال كده، سامعني كده؟ الصوت ده واصل؟ لا مش واصل. لا مش هات لي بقى اللي عندي. بص انا اقول لك الموضوع ببساطه سريعا كده. بص يا شباب، احنا لما دفعنا الفلوس الاولانيه وحولناها لنوع من الاسيتس، اجهزه وديكور فانا عاوز اردها تاني. من غير ما تردها انت ما عندكش بيزنس اصلا. فطول ما البيزنس شغال فالفلوس دي موجوده از كاش جوه الايه؟ جوه البيزنس. تمام؟ بتصرف منها في اوقات الايه؟ اي حاجه زنقه ممكن تطلع منها في الاجهزه، ممكن تطلع منها ما عندكش دخل في فتره فبقى في سيوله في المكان تقدر تصرف منها على المرتبات وات ايفر. عارفين المشهد اللي في تمثيليات كده، تلاقي دايما في مشهد كده جايبين راجل مقاول كده وعمال يحط رزم كده في الدولاب، وبعدين تيجي مراته تقول له يعني انت في الفلوس دي كلها مش هتجيب لي خلخال ولا مش عارف فاقول لها يا بنتي دي فلوس الشغل، او انت محتاج طول الوقت كده يبقى عندك ما يطلق عليه فلوس الشغل. فلوس الشغل دي بتيجي دايما من جزء منها بيجي من القصه بتاعه الديبريشيشن ان انت بترجعها وتبقى سيوله موجوده. ولذلك لو جبت اي فلوس اي جهاز جبته من الفلوس بتاعه الديبريشيشن ده، انت راس مالك ما بيزيدش في حاجه. انما لما الجزء اللي انا بقول لك عليه بتاع الجروس ده انت خلاص طلعت الكلام ده كله واتبقى لك رقم المفروض ده الربح اللي يتوزع، فتقول لا انا مش هوزع الربح ده كله، انا هاخد جزء منه
اخليه على جنب عشان لما الخطه بتاعت التوسع بتاعتي او الاجهزه اللي انا اشتريها هيجي ميعادها الاقي الفلوس دي. الفلوس دي انت مش لازم تحتفظ بيها سيوله على فكره، ممكن تستثمرها، تحطها في وديعه، تشتري بيها ذهب وات ايفر هتعمل بيها ايه يعني عشان قيمتها كمان تزيد. انما في الاخر الفلوس دي لما تبدا تستخدمها وتجيب بيها اجهزه ساعتها هيحصل حاجه اسمها زياده في راس المال. يعني لو بدينا العياده دي بمليون وخدنا من الارباح دي وحطينا تاني مش هتبقى بقى مليون، تبقى مليون و200، مليون ونص اي حاجه. فده الفرق. شكرا. ميرسي. رحمة الله حضرتك. الله يخليك ربنا. بدله شيك جدا حبيبي ذوقك ربنا يكرمك. تحت امرك. لما بنزود مرتبات موظفين ايوه كل قد ايه؟ نسبتها ليها نسبه؟ كل سنه النسبه المتعارف عليها 10% مع التضخمات اللي بتحصل دي